مفيش نص قانوني في القانون يخلي المحكمة تلتزم بمقدار معين من دخلك وتحتسبه ايه كنفقة للصغار او كزوجية. يعني مفيش حاجة تقول للقاضي انت تحكم هنا ب10%، هنا ب20%، لا، دي سلطة تقديرية للقاضي. يعني لو انت مرتبك 10,000 جنيه، المحكمة ممكن تحكم ب4، ب5، ب6، بال10 كلهم، على حسب احتياج وعلى حسب الورق اللي هيتقدم والتحري اللي هيجي ليك، دخل تاني عندك، عقارات، الكلام ده كله. طيب انت بقى دورك ايه في النفقات؟ دورك انك تقدم جميع الاعباء اللي عليك. لازم القاضي يفهم ان انت عندك مصاريف تانية بتصرفها، ولو هي مقسمة الدعاوي نفقة زوجية، كل صغير رفع له دعوة لازم تجيب شهادة من الدعاوي دي وتقدمها قصاد المحكمة، عشان المحكمة تفهم ان انت هيبقى عليك احكام تانية، ما ينفعش ان هي تدي مبلغ ايه كبير.